لو مستواك A1 في الانجليزي، ايه المواضيع اللي انت محتاج تتعلمها علشان تقدر تطلع للمستوى اللي بعده اللي هو A2؟ ركز بقى معايا في الفيديو ده علشان هجيب لك الخلاصه بتاعه الموضوع ده كله. اول حاجه هنبدا بيها المواضيع، والمواضيع هنا نقصد بيها الكلمات والمصطلحات اللي انت محتاج تعرفها علشان تقدر تتكلم بيها وتطلع ل A2. اول حاجه لازم تعرفها هي الحروف. واحد اكيد مش هيعرف يتكلم انجليزي من غير حروف، فتعرف الحروف والاصوات اللي بتعبر عن الحروف دي، عشان اي لغه مكونه من اصوات وحروف. بعد ما تتعلم الحروف هتتعلم الارقام من 1 ل 10 وبعدها من 10 ل 20 وهكذا. بعد كده نبدا نتكلم عن نفسنا بجمل بسيطه جدا زي اسمك، سنك وبس. بعد كده تبدا توصف عيلتك، يعني ايه اب، يعني ايه ام، يعني ايه اخ، يعني ايه اخت وهكذا. بعد كده ازاي توصف الحاجات اللي حواليك. دلوقتي انا لو قاعد في اوضه او قاعد في فصل، ايه الحاجات او الاوبجكتس اللي حواليا اللي اقدر اعرفها، زي ساعه، كرسي، ترابيزه، الحاجات دي كلها. بعد كده الوظائف، يعني ايه دكتور، يعني ايه مهندس، يعني ايه طبيب، الوظائف العامه اللي احنا بنتعرض ليها كل يوم. بعد كده اكيد اجزاء الجسم، زي ايه، راس، عين، ودان، مناخير. ما تقلقش انا بس بحاول الخبطك، طبعا دي مناخير ودي عين وهكذا، بس ايه ركز معايا كده عشان شكلك تهتم. بعد كده ندخل على الجنسيات والبلاد، يعني ايه مصر ويعني ايه مصري، لبنان ولبناني. واخيرا بقى الحاجات اللي حواليك اللي انت بتتعرض ليها كل يوم، يعني منطقتك فيها ايه، سوبر ماركت، يعني ايه عياده، يعني ايه مستشفى، يعني ايه الاماكن الحيويه اللي انت برضو ممكن تتعرض لها كل يوم. ده بقى بالنسبه للكلمات. اما بقى للجرامر، هي رول واحده بس اللي محتاج تطلع بيها من A1، الا وهي فيرب تو بي. لو قدرت تستخدم فيرب تو بي كويس جدا في A1، انت كده مش محتاج اي حاجه ثانيه. وبس كده، دي المواضيع اللي انت محتاج تعرفها من A1 علشان تطلع A2. ولو عاوز فايل بقى فيه كل الجمل وفيه الشرح وفيه كل الحاجات دي، اكتب لي بس A1 في الكومنتس، هبعت لك الفايل ده جاهز. ما تنساش تتابعني عشان الفيديوهات الجايه هقول لك ايه اللي انت محتاجه في A2 وB1.